هنا جينا للبرلمان نأدوا وظيفه صح. يعني، وبطبيعه الحال الوظيفه هذه راح نتقاضاو عليها اجر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا قبل لا ندخلوا البرلمان كنا قمنا حمله انتخابيه، يعني الاخر فينا راه خاسر 100 مليون 100 مليون سنتيم. هذا يعني اللي ما خسرش كامل. تخيل انت لما احنا نبداو في البرلمان، يعني شحال باش نريكوبيريو الشيء اللي خسرناه في صح. الحمله. والحمله كانت الحمد لله حمله نظيفه، وساعدونا اهلنا، يعني اهلنا كانوا معنا، ورغم انهم يعني ناس بسطاء وكما نقولوا حنا جابوا هذوك الاموال وقالوا لنا المهم تكونوا في البرلمان باش تخدموا هذا الشعب. النقطه الثالثه اننا جينا للبرلمان باش نخدموا الشعب وليس بحثا عن الاموال. ونقول لك انا المتحدث العبد الضعيف، قبل أن نجي البرلمان كنت نخدم صحفيه ومراسله، يعني الاجر اللي كنت نتقاضاه ما كانش بعيد عن الاجر اللي راني حاليا نتقاضاه في البرلمان. طبعا لما جينا للبرلمان تعرف يا اخي العزيز انه الصحفي ياخذ 40 مليون لا ربحي. اولا هذه 40 مليون فيها حديث طويل، يعني ماهيش 40 مليون طيب. في الحقيقه. الصحفي انا كنت نتعامل مع قنوات صحيح. مع جرائد، صحيح. يعني هذاك المبلغ يعني ممكن واحد يقدر يحصل عليه، تقدر توفر حتى ل 20 مليون، يعني لماذا لا. لما جينا للبرلمان تعرف يا اخي العزيز، انت لما تكون في البرلمان يختلف الامر تماما. انت لما يعطوك هذاك الاجر، وانا ندير اونتر بارونتيز ماهيش 40 مليون، البرلماني يتقاضى مبلغ 25 مليون. وذوك انا لما كان يعني نديروا عمليه حسابيه تلقى انه البرلماني الشيء اللي صح له في هذا الاجر ربما 5 ملايين يديرهم في الجيب، الباقي كلهم عندهم وين يروحوا. نعطيك ابسط مثال، عندك التليفون، الفاتوره تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين، لانه الناس ما يكلموكش كاع يبيبوا لك وانت تعاود لهم. هذه ابسط شيء. يعني عندك مثلا يقولوا البرلماني يعطوا له سياره، هذا ايضا كذبه. البرلماني لما يجي للبرلمان يمكنوه من سلفه ويقتطعوها له في الشهر، يعني زيد نحي سلفه تاع السياره، زيد نحيها من المبلغ هذا. هذا اللي رانا نقولوا عليه احنا 25 مليون. زيد ايضا البرلماني لما يكون موجود في البرلمان يجوه ناس يزوروه، لانه راهو على علاقه بالمجتمع المدني. لما يجوك ناس تعرضهم انت على فطور ما راحش يفطرهم البرلمان، انت اللي تخلص من جيبك. يعني هذه عطيت لك انا الاشياء البسيطه. صحيح. بدون ما نولج لعمق الاشياء. وإحنا هنا بالمناسبة ماناش ربما الإنسان جاهنا يشتكي على أجر البرلماني. صحيح. وإنما جينا باش نوضحوا الرؤية لإخواننا المواطنين، وهذا مهم. نعم. هذا مهم. اسمح لي نكمل لك فقط فيما طيب. يخص العريضة. العريضة هذو الأطراف، بعض الأطراف يقولوا داروها الآن، العريضة ما دارتش الآن. إحنا من نهار اللي جينا للبرلمان طلبنا حقوقنا، ما طلبناش حاجة أكثر وقعتي من على حقنا. العريضة عقيلة طبعا ربحي. أنا من الموقعين على طيب. العريضة. جيد. اسمح لي نكمل لك فيما يخص فضلي. قضية جواز السفر الدبلوماسي. نائب في البرلمان راهو إطار سامي في الدولة، يعني أبناء مسؤولين عندهم جوازات سفر دبلوماسية، فلماذا نعيبها على النائب؟ أنا مؤخرا سمعت تصريح لوحدة تسمي روحها زعيمة حزب تقول كيف لنواب البرلمان أن يعني يتقاضوا جواز سفر دبلوماسي وهي تملكه، هي نائب في البرلمان تملك جواز سفر دبلوماسي ولا تأتي للبرلمان. يعني احنا على الأقل رانا نجو ونحلوا خبزتنا. طيب. هي غايبة على العام. اسمح لي نكمل لك. آتي على تعليق لويزا حنون. يتقاضوا أجور وتزيد تنحي لهم الأجور تاعهم. طيب سوف نفصل باش ما ناخذوش كل الأمور يا أخت عقيلة، من كثرة ما ذكرتي عن مصاريفكم شوية ونقول لك بعد نهاية الحصة نسلفك دراهم. أوكي. سيد عفاق عبد القادر،